شكرا لزميلي فارس القاضي، وحياكم الله مشاهدينا في أخبار الاقتصاد لليوم. يتأهب الصيادون في المنطقة الشرقية بالسعودية لانطلاق موسم الفسح لصيد الروبيان في بحر الخليج العربي من الجانب السعودي، حيث يبدأ موسم السماح بالصيد في شهر أغسطس آب ولمدة 6 أشهر، حيث ينتهي وقت السماح نهاية شهر فبراير شباط من العام المقبل. ويصل عدد القوارب الكبيرة أو ما يعرف باللانشات في المنطقة الشرقية إلى 600 قارب، فيما يتجاوز عدد القوارب الصغيرة 1300 قارب أو ما يعرف بالزوارق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف نائب رئيس جمعية الصيادين بالقطيف الأستاذ جعفر الصفواني. حياك الله أستاذ جعفر. حياكم الله جميعا. الله أستاذ جعفر، الأسبوع المقبل يبدأ موسم صيد الروبيان، حدثنا عنه. بالنسبة لموسم صيد الروبيان طبعا معروف فيها حوالي 6 أشهر، يبتدي من 1/8، وهو موسم مطعم بالنشاط والحيوية للصيادين، وكذلك لتجار الجملة وتجار التجزئة، وكذلك الأهالي الذين كانوا ينتظرونه منذ أشهر عديدة يستنون هذا الموسم، خاصة أول أيام الأسبوع الأولي، حيث تكون كمية الروبيان وفيرة جدا، والأسعار تتراوح بين 250 للثلاجة اللي هي في حدود 32 كيلو إلى حدود 750 كأحجام مختلفة. بالنسبة للحجم الصغير يكون بين 250 إلى 450، والمتوسط إلى الكبير بين 500 أو 450 إلى 750، وإذا حصلوا في أوائل الأيام على مساحة على حجم كبير شوية يوصل ل 800-850 للثلاجة الواحدة. جميل جدا. أستاذ جعفر، يا ريت لو تحدثنا عن آخر مستجدات مشروع سوق الأسماك وإنشاء ديوانية الصيادين. طبعا خلينا ناخذ نبذة مختصرة عن سوق السمك القديم. هو يعتبر من أقدم أسواق المملكة في المنطقة الشرقية وبالأخص في القطيف، والموجودين فيه متوارثين أبا عن جد، وإجوا أيضا ناس بدأوا دخلوا فيه. مساحتها الحالية الآن 2000 متر مربع بالنسبة إلى مساحة بيع الجملة اللي هي المفارش. وأيضا يوجد فيه سوق بعد صلاة المباشرة، وكذلك العصر أو بعد صلاة المغرب إلى قريب منتصف الليل. هو يعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط بحيث عدد نزول الأسماك تداولها. جميل جدا. 45% من الصيد المحلي من الخليج، و55% تجي من داخل المملكة ومن دول الخليج وخارج دول الخليج. جميل جدا. أستاذ جعفر، اجتمعتم مع المجلس البلدي بالقطيف وتم مناقشة بعض المواضيع المشتركة، حدثنا عن آلية العمل بينكم فيما يخص كيفية المحافظة على البيئة البحرية وأشجار القرم وإزالة المخلفات والأنقاض بالقرب منها. قبل لا ندخل في هذا خلينا ناخذ فكرة عن السوق الجديدة. السوق الجديدة مساحتها 55,000 متر مربع. جميل. واحنا نتمنى انها تكون سوق منافسة كأسواق عالمية، يعني في مثلا توجد أكثر أسواق في العالم اللي هو سوق مارتا دارنا في برشلونة، وكذلك سوق بسكوجي باليابان، وسوق سيدني في استراليا. هذه تعتبر من أكبر الأسواق في العالم. احنا نسمح كسوق في الخليج وأكبر سوق في الشرق الأوسط أن تصل خدماته وتجهيزاته إلى أن يكون هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط من ناحية إيجاد كمية كبيرة جدا للأسماك وسهولة الوصول للإنجاز والسفن والطرادات إليه في إنزال الأسماك، وكذلك تسهيل المعاملات فيه، وكذلك إيجاد فرص أنها يكون منطقة سياحية ليس فقط كسوق، وإنما أيضا توجد في الأرض هذه اللي هي مساحتها 55,000 متر. جميل جدا. مربع اللي هي في الخليج العربي. بيكون فيها فندق وبيكون فيها مطاعم وبيكون فيها أيضا مجلس إلى النواخلة
بحيث ان كبار الصيادين يجلسوا فيه. ونتمنى يعني ان السوق طبعا يحتاج الى كميه كبيره من المال. نتمنى من وزاره البلديه والقرويه ان تضخ فيها اموال اكثر مما هي عليها الان، فهو يمكن يحتاج بين 11 الى 20 مليون في تطويره. نتمنى يعني هذه رساله من الصيادين ومن جمعيه الصيادين ان ينظر في امره، وكذلك من وزاره البيئه والمياه والزراعه ان ينظر في امر هذا السوق بحيث ان يكون له قيمه حضاريه ومكانه على مستوى الشرق الاوسط. الأستاذ جعفر الصفواني، أما بالنسبة إلى السؤال اللي طرحتيه حول أهمية البيئة والحفاظ على البيئة والعمل المشترك بيننا وبين المجلس البلدي، كان عندنا تعامل قديم من قبل حوالي 2009، من قبل حوالي 9 إلى 10 سنوات أو 8 سنوات، تعامل مشترك بين البلدية وبين المجلس البلدي وبين جمعية الصيادين وبين جمعيات المجتمع المدني، سواء كانت اجتماعية أو خيرية أو ربحية. اشتركوا معنا كثير في تنظيف السواحل، ونتمنى يعني من الجهات المعنية بالذات اللجنة السداسية وبالخصوص بوجود وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تنظر بمنظار مهم في الحفاظ على البيئة وبالذات البيئة الساحلية، لأن في الساحل هي نسبة حياة بما تقدر 80% في الساحل، أكيد، وفي الأعماق تقدر 20% فقط. فأهمية الساحل هي القيمة الحقيقية لدورة حياة البحر ودورة حياة الإنسان. هذا بشكل مختصر يعني. جميل جدا الأستاذ جعفر الصفواني، شكرا لك على هذه المداخلة. حياكم الله، شكرا جزيلا لتلفزيون دمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد لليوم. أعود وإياكم مجددا لزميلي فارس.